السلام عليكم. تحية طيبة للمتتبعين والإخوان ديال العائلة ديال سي سي تي في. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. غبرنا شوية في الفيديوهات، كتعرفوا ظروف ديال رمضان والعشر الأواخر وظروف العمل، كنعتذروا لا كان شوية ديال الغياب. اليوم بغينا نهضروا على الشامبيون ديالنا، بطولة إنوي سميوها البريمير ليغ المغربية. البطولة الآن اللي ولات فيها واحد التشويق كبير وكبير، المباريات ديال رمضان مستوى رائع ورائع جدا. نتمناو ان هذا المستوى هذا نحتفظوا به نتفرجوا فيه ما تبقى من الدورات اللي غادي تكون دورات حاسمه وحاسمه جدا. عندنا واحد الصراع، ما رجعت انا للذاكره من الثمانينات ما شفناش صراع بين الجيش الملكي والوداد الرياضي على البطوله. انا شخصيا ما سبق ليش شفت هذا الصراع هذا. نشوفكم الناس نتوما في التعاليق، الناس اللي كبر مني شويه، واش شهدوا شي عام الوداد وهي ولا فار دابزوا على البطوله الى اخر دوره؟ هادشي هذا غادي نشوفوه هذا العام هذا. كنظن انا شخصيا ان البطوله هذا العام غادي تلعب على 64 نقطه 66 نقطه. الصراع الان بقى ثنائي الى حد ما، لان الفتح بعيد على الوداد ب8 نقط وبعيد على الجيش ب9 نقاط. يعني الى حد ما هذا الصراع هذا يبقى ثنائي الى نهايه الموسم، الى المقابله الاخيره. مازال مقابلات صحاح اللي جايين، مقابلات صعاب وصعاب، لا الوداد ولا الجيش الملكي. كذلك هيكون الصراع على المرتبه الثالثه اللي فيه 3 ديال الفرق، الى لما نقولوا 4 ديال الفرق غادي تصارعوا على المرتبه الثالثه. كاين الفتح الرباطي، كاين اولمبيك اسفي، كاين الرجاء، وما نقدروش نبعدوا نهضه بركان اللي حتى هي عندها اطماع في المرتبه الثالثه اللي غادي تاهل لكاس الاتحاد الافريقي الموسم القادم. في وسط الترتيب كنعرفوا مازال الفرق اللي في وسط الترتيب مازال ما ضمنوش البقاء. انا غادي نقدروا نتكلموا من توارقه وانت هابط لتحت. هاد الفرق كاملين مازال خصهم يربحوا واحد جوج ماتشات، مثلا الخريبكا خصها تربح جوج ماتشات باش تضمن البقاء ديالها. وكحنا عندنا تجربه مع البطوله المغربيه، واحد الموسم المغرب التطواني كان يحتاج نقطتين من 4 مقابلات وما حصلش على هذه النقطتين ونزل القسم الوطني التالي. في المؤخرة، وهنا هو هذا الصراع هذا اللي غادي يشتعل من جديد. مؤخرة كاين واحد الحرب غادي تبدا. اول مره منذ بدايه البطوله فريق اتحاد طنجة كيتخلى على المرتبه الاخيره وكيخليها الفريق اولمبيك خريبكا بعد ما انتصر عليه بالامس. المغرب التطواني كذلك في المعمعه، رغم انها دارت مقابله كبيره امام الجيش الملكي. كما قلنا المغرب التطواني مازال داخل في المعنى. شباب المحمديه بالهزيمه ديالها امام حسنيه اكادير صعبات عليها الامور وخلات ان 7 المقابلات اللي غادي غيبقاو مباريات سد. الدفاع الحسني الجديدي تغرق مع داك الديكليك اللي كنا كنتسناوه مع قدوم طالب انه يعتق شويه الفريق. مازال ما شفناش هذاك الديكليك. كاينه السوالم نقدروا نقولوا انها ضمنات شيئا ما البقاء ديالها. الرجاء غادي تلعب على المرتبه الثالثه. في الباط طابلو مازال عندنا الفرق اللي مازال كتصارع في الباط طابلو. حسنيه اكادير الفوز ديالها البارح كان جد مهم، الفوز ديال الانتصار اللي دارته حسنيه اكادير خلاها تنفس شويه وتبتعد على المنطقه المكهربه. المولوديه الوجديه الانتصار ديالها اللي جابته ضد المغرب الفاسي كذلك عطاها شيئا ما من الامل. اذا بالنسبه لهذه الدوره هذه على حسب النتائج اللي طراو، اتحاد طنجة اكبر مستفيد. نقولوا انه تخلى على المصباح الاحمر وخلاه الاولمبيك خريبكا، ومازال عنده مقابله جد حارقه، باراج واحد اخر ضد المولوديه الوجديه الاسبوع القادم. يعني في وسط الاسبوع ثلاث ولا الاربعاء، يعني غادي نشهدوا واحد النهايه ديال البطوله غتكون تاريخيه هذا الموسم هذا. بطوله اللي فيها جميع الفرق معنيه بامور الصعود وبالبطوله المناطق الافريقيه وكذلك النزول. عوده للقراءه ديال النتائج، المولوديه وجده حققوا الانتصار على المغرب الفاسي ب2-1. المولوديه وجده مع عمر ناجي كيقدموا كره ممتازه جدا. شفنا ضد الوداد الرياضي كيفاش المولوديه وجده انهم استطاعوا وبيزاحموا الوداد ويزيروا الوداد في مركب الرياضي محمد الخامس، والوداد استطاع يسجل هدف واحد وكانوا قاب قوسين او ادنى من التعادل. لان المولوديه الوجديه رغم الظروف اللي كيعانيوا فيها اللاعبين، رغم الظروف ديال الاشتغال، المعاناه ديال اللاعبين، المستحقات ما كايناش، مع التدريب ما كتجراش بطريقه
اللي مريحه للاعبين، ولكن كيقاوموا اللاعبين ومازالين كيقاوموا، وها هما حققوا الانتصار اللي بعدهم شيئا ما على المناطق المقاربه. بينما المغرب الفاسي ما كنعرفوش، هذا الفريق هذا ما كنعرفش هذا الفريق المغرب الفاسي، لان الهويه ديال هذا الفريق هذا تبدلات. بديتي بن سلطان، اسلوب ديالو اسلوب كيعتمد على الدفاع والهجمات المضاده، يعني مدرب كان الفكر ديالو هو انه ما يتماركاش عليه. وهذا كنعرفوا ان المدربين التونسيين الثقافه التكتيكيه ديالهم، المدربين الجزائريين الثقافه التكتيكيه ديالهم هو انه اول حاجه الاولويه كتعطى للدفاع، من بعد عاد كيقلبوا على الهجوم. المدرب اللي حرصتي معاه الموسم الماضي على المرتبه الثالثه، على المرتبه الرابعه عفوا، بعناصر كانت يلاه الفريق يلاه كيكون الفريق اللي يقدر ينافس على المرتبه احسن هذا الموسم هذا، واذا بك تتراجع. رغم ان المغرب الفاسي دارت ميركاتو في المستوى، جابوا لاعبين مجربين، جابوا مهاجمين، مع بن عسكر المغرب الفاسي تلفاتها صراحه. نقولوا ان المغرب الفاسي تلفات الكره مع بن عسكر، ما بقيناش كنشوفوا ذاك المغرب الفاسي اللي الاسلوب ديال اللعب ديالها هو انهم جمهور كبير ما كيتستغلوش ذاك الجمهور، وكذلك التصريحات اللي كندلا بها بن عسكر فهي اساءت بشكل كبير لفريق المغرب الفاسي. بالنسبه للمقابله اللي جرات كذلك نهار الجمعه، مقابله اخرى اللي جرات بين الدفاع الحسني الجديدي واولمبيك اسفي، مقابله ممتعه، مقابله رائعه، مقابله ديربي عبد دكاله اوفت بالوعود ديالها. شفنا واحد المستوى عالي وعالي جدا. تحيه للمدرب المصري طارق مصطفى على الاداء اللي كيأديو اولمبيك اسفي والروح اللي كيلعبوا بها هذا الفريق هذا. يعني فريق صعيب وصعيب انك تهزمه، لا داخل الميدان ولا خارج الميدان. التحكيم كان هناك شد وجذب. انا شخصيا كنفضل انني ما نتكلمش على التحكيم، لان هناك الناس ديال الاختصاص حكام اللي كيعرفوا لي احسن منا. كنفضلوا نتكلموا ما هو كره، ما هو علاقه ديال اللاعبين، ما هو المستوى ديال الفرق. حنا متابعين ديال كره القدم كنعرفوا ما هو التاريخ ديال الكره، تاريخ المواجهات، حتى في الميدان التقني. فحنا كنتواضعوا شويه وكنعرفوا راسنا اننا ماشي نيفو ديال المدربين ولا الاطر اللي كيشاهدوا المقابلات. كذلك الشأن بالنسبه للتحكيم، ما يمكنش نحكموا على التحكيم نقولوا ظلم هذا الفريق ولا عطى هذا الفريق. حنا كنشوفوا الكره اللي كيتفرجوا فيها الملايين ديال المغاربه. شفنا ان اولمبيك اسفي دار مقابله ممتازه. الدفاع الحسني الجديد حاول انه يجيب التعادل بغض النظر على البينالتي اللي ما تسفلاش ليه، ولكن راه جاتو كره مباشره بعد داك البينالتي اللي ما تسفلاش، جاتو كره ديال انه يجيب بها التعادل وضربوها في البره ديال الحارس ديال فريق اولمبيك اسفي. يعني الدفاع الحسني الجديد مع مجيء طالب، شخصيا انا عندي واحد النظره في المدرب طالب. المدرب طالب هو مدرب اللي كيبني لك فريق. يعني المدرب طالب غادي تجيبو قبل بدايه الموسم، غيدير لي ريكروتمون ديالو، غيدير لك لا باز ديال الفريق، غيدير لك القاعده ديال الفريق اللي غادي تلعب بها الموسم. هذا الموسم هذا شفناهم انه جابوا طالب في وسط الموسم باش ينقذهم من الهبوط. كنظن ان الاختيار شيئا ما ماشي موفق، لان طالب خصك تجيبو بدايه الموسم، الا في حاله ان الدفاع الحسني الجديد يصوفيو هذا الموسم هذا ما يطيحوش. طالب يقدر يخدم فريق جديد للموسم القادم، فريق الدفاع الحسني الجديد. وكنعقلوا جميع ان ذاك الفريق اللي كان كبير ديال منير الضيفي، ديال السلماسي، ديال عبد الله الهوا، الفريق اللي كان يلا صعد من القسم الثاني ودار مواسم ممتازه، كانوا يلعبوا عصبه الابطال الافريقيه، كانوا يلعبوا كاس الاتحاد الافريقي. وكنتذكروا جميع المقابله الشهيره مع الاهلي المصري اللي كانوا منتصرين الى حدود اخر دقيقه وسجل بيمو هدف التعادل وتقصد الدفاع الحسني الجديد. هذاك الفريق اللي تذكرته راه كان من داك التاسيس المدرب طالب هو اللي كان جاب داك اللاعبين، هو اللي كون داك الفريق ومشى منه قال لهم غادي يخليكم فريق اللي تلعبوا به 10 سنوات. وكذلك كان في شاكو كذلك. نتمناو ان طالب توفر ليه الامكانيه انه يوجد لنا شي فريق ديال الدفاع الحسني الجديد الموسم المقبل، لانه صراحه دكاله يجب ان تكون ممثله في القسم الاول. بالنسبه للاعبين اللي مروا الاطور، الجمهور ديالهم والملعب ديالهم اللي ملعب جميل وجميل جدا. ندوزو لمباريات السبت. مباريات السبت كانوا عندهم علاقه بالمقدمه ديال الترتيب. كانت مقابله ديال الوداد مع اتحاد توارقه، كانت مقابله ديال الرجاء مع الشباب الرياضي السلمي، وكانت مقابله ديال الفتح مع بركان. نبدا بمقابله ديال الفتح مع بركان لان ما يحدث في فريق الفتح فهو شيء غريب. الفتح كانت انتصر في
في مقابلات اللي صعبه شفنا الانتصار ديالها على الرجاء 3-0 وكترجع تنهزم مباشره في مقابلات اللي اسهل. يعني المدرب السلامي واش السقف ديال الطموح ديالو محدود في المرتبه الثالثه؟ واش هذوك اللاعبين الشباب ديال المغرب ديال الفتح الرباطي مازالت ما عندهمش ديك الثقافه ديال التراكم الفوز؟ يعني الفوز كيجيب انتصار كيجيب انتصار، انتصار كيجيب انتصار. هادشي ما كنفهموش في الفتح الرباطي. كيأديو مقابلات جد ممتازه، يعني كتشوفهم مع الفرق الكبرى كيلعبوا مع الوداد، كيلعبوا مع الرجاء، كيلعبوا مع لي فار، كيديروا مقابلات اكزامبلير مثاليه. كيرجعوا مباريات اقل صعوبه كينهزموا. شفناهم انهم نهزموا مع نهضه بركان بهدف ل0 وكانت النتيجه تكون اكثر لان نهضه بركان ضيعوا العديد من الفرص. نهضه بركان كذلك الفريق من منذ رحيل ايبينغي وبالشيخه اللي ما مشاتش معاه الامور وتغيير المدربين واللاعبين شي كيكونوا رسميين ما كيبقاوش رسميين والتشكيله غير ثابته، حنا كنشوفوا كيتخبط بهذه النتائج. هذا الاقصاء ديالو كاس الكونفدراليه كان له وقع كبير على النفسيه ديال هاد اللاعبين. هذا الان نهضه بركان كيبحث كذلك انه يبقى في الصراع على المركز الثالث وهذا من الحق ديالو. عنده كل الامكانيات حتى المقابلات اللي جايه فهو حيد عليه المقابلات الكبار، مازال ليه فقط كنظن انا مقابله اللي تجمعوا بالرجاء، حيد عليه الفتح، حيد عليه الوداد، حيد عليه الجيش. مقابله ثانيه اللي تجرات نهار السبت هي ديال الرجاء مع شباب السواري. وماذا يحدث في الرجاء؟ ماشي هي ديال الرجاء اللي كنعرفوا ان الرجاء في عز الازمات كانت كتخبط في ازمات اكثر من هذه الازمه اللي فيها دابا، ولكن ما كنشوفوش هذا الرجاء بهذا الاداء هذا. الرجاء يطردوا منها جوج لاعبين بالبطاقه الحمراء، يعني شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. يعني اللاعبين ما مرتاحينش نفسيا ومعنويا، اللاعبين عندهم ضغط كبير وكبير وكبير وكبير. والسبب ديال هذا الضغط اللي موضوعين فيه اللاعبين ديال الرجاء الله يحسن العوان كنحمل المسؤوليه بشكل مباشر للصفحات الفيسبوكيه والمواقع التواصل الاجتماعي، لاننا كنشوفوا ان بغينا ولا كرهنا هذه حقيقه، هذا واقع. الجماهير الرجاويه عندها تواجد كبير وكبير في مواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ لان عدد صفحات الرجاويه كثير وكثير بزاف، والمتفاعلين الرجاويين عبر الفيسبوك، عبر تويتر، عبر الانستغرام، عبر التيك توك، عبر الواتساب، تفاعل كبير. هذا دليل ان الجماهير الرجاويه كتبغي الفرقه ديالها بشكل كبير جدا. وللاسف هذاك اللي كيولي هاد وسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعتبر راي عام الجمهور الرجاوي اللي كتولي موجهه لجهه واحده، فهو كيأثر بشكل كبير على اللاعبين. ملي كتولي تسمع مؤثرين ورؤساء وصحفيين كلهم كيتكلموا على المظلوميه، ظلمونا، داروا لينا هذا كيفاش بغيتي يفكر هذا اللاعب هذا؟ راك كتدخل اللاعب ديالك كتدخلو منهزم قبل كاع ما تبدا المقابلات، كتدخلو منهزم كيقول في راسو لا راه غادي يظلمني الحكم، لا راه واخا ما ربحش اليوم راه ما غادي يقولوا لي والو، غادي نسميوها في الحكم ظلمني. هذا هو المشكل اللي وقعت فيه الرجاء. كانت عندهم تشكيله رائعه على الموسم الماضي، تشكيله رائعه، تشكيله وصلت ربع النهائي ديال الشامبيونز ليغ، تشكيله اللي صارعات مع الوداد الى حدود النهايه من اجل البطوله، تشكيله اللي كذلك في كاس العرش انهزمت مع الوداد في نصف النهائي. يعني كانت عندك لا باس كانت كاينه. الرجاء العام اللي فات كان خاصها جوج لاعبين ولا ثلاثه وكانت تقوى، تعطينا فريق اقوى من الفريق اللي كان عندنا العام اللي فات. ولكن للاسف السياسه ديال المسيرين ديال الفريق ديال التغيير الشامل خصك تصبر عليها، خصك تصبر. الان بدات كتبان بعد المؤشرات الايجابيه في الرجاء، راه ما نقولوش ان كل شيء خايب في الرجاء. اهولو عندهم محترف من الطراز الرفيع، بدينا كنشوفوا لاعبين البدوي ما شاء الله كيعطينا مستويات رائعه. لبيب هو جاي في الطريق، واحد الدري مدافع كان دخل ديك المره اللي ما كانش الهدهودي نسيت الاسم ديالو، حتى هو جاي مستوى جد عالي. كنشوفوا كذلك الهبطين المستوى اللي كيقدموا هذا العام اللي مازال خصو واحد شويه ديال التعطير ونشوفوا لاعب اخر. يعني الرجاء غيخرجوا عليها الجماهير ديالها صراحه، الجماهير ديال المتتبعين ديال الرجاء هما اللي كيخرجوا عليها. عندهم مقابله صعيبه مع الاهلي نهار السبت القادم، كنتمناو انهم يخرجوا اللعابه من المحيط ديال المقابله. هادشي اللي كنتمنى من المسؤولين ونتمنى من المدرب الكبير يخرج اللاعبين من المحيط ديال المقابله.
داك الهضره ديال الاهلي غادي يظلمونا، الاهلي معاهم التحكيم، الاهلي كان خصهم يلعبوا بلا جمهور. خرج من داكشي، انا غادي نمشي نلعب مع الاهلي، نلعب معاهم مصر كامله غادي تدخل تفرج فيا، وغادي ندخل نلعب مع الاهلي وغادي نجيب نتيجه ايجابيه، حيت حنا سميتنا الرجاء، حيت حنا كنمثلوا المغرب اللي حتى المرتبه الرابعه في كاس العالم الاخيره، المغرب اللي كتعتبر احسن بطوله في افريقيا حاليا، المغرب اللي عنده الصيت ديالو. هذا الشيء اللي خصو يمشي للعب، هذه العقليه الانتصاريه اللي خصها تمشي تدخل للدماغ ديال اللعابه. حنا خصنا نمشيو عند الاهلي اللي حنا سوبيريور على الاهلي، حنا ممكن ننتصروا على الاهلي في القاهره. لماذا داروها الوداد العام اللي فات انتصروا على الزمالك؟ لماذا حتى حنا نفكروا اللاعبين ديال الرجاء ندخلوا لهم الدماغ ديالو اننا غادي نمشيو معاه، اللي دار الريت ما شغلناش فيه، حنا غادي نمشيو نلعبوا الكره اللي كنعرفوا. بغينا ديك العقليه ديال الرجاء ديال سنه 1999 هي اللي تكون مع اللاعبين اللي غاديين يمشيو للقاهره. حيد عليا ديك المظلوميه، دروا لنا فعلوا لنا دركوا لنا. شوفوا القدام، شوفوا الرجاء خصها تمشي تجيب نتيجه ايجابيه مع الاهلي، بغض النظر عن الازمه الماديه، بغض النظر على شنو تعريف الرجاء، ما نخليوه جانبا. عصبه الابطال حاجه واحده اخرى، ما كتحش لك بزاف ديال الفرص انك تلعب ربع نهائي ديال كاس عصبه الابطال. يعني هذه الفرصه هذه لا ضيعوها الرجاء هذا الموسم هذا، وسي شوف فوقاش يمكن الرجاء تلعب ربع نهائي ديال العصبه. كل توفيق كنتمناوه للرجاء في القاهره، اول مساند لفريق الرجاء الكل هو انا ان شاء الله، ونتمنوا لهم انهم يحققوا التاهل لانه تاهل للكره المغربيه. بالنسبه للسوالم كما كنقولوا فهما ضيعوا الانتصار في هذه المقابله هذه. السوالم كيلعبوا داك الكره ديالهم على قد الامكانيات اللي غاديين بها، وبرافو فريق ولاو كيجيو هاد الفرق هادو اللي كيكونوا ولاو كيعطيونا لاعبين. شفنا الزمامره عطات شحال خرجت ديال اللاعبين، عطات الصرغات للوداد، عطات كذلك العديد من الاسماء اللي عطاوها الفرق القسم الاول. شفنا السوالم عطات الصاد للجيش الملكي، وجات الصاد للجيش الملكي، عطات كذلك بوهره اللي كيلعب دابا مع الوداد. يعني العديد من اللاعبين ولاو كيمروا بهاد الفرق هادو. لماذا هاد الفرق هادو مزيانين اللي كتكون عندهم الامكانيات موجوده، كاين شويه ديال الفلوس، كيجيبوا لعابه من الاكاديمي محمد، كيعطيوهم التجربه، كيكونوهم وكيعطيوهم الفرق الكبرى. انا ضد شي ناس اللي كيناديو وكيقول لك لا الفرق ديال الاسواق الاسبوعيه خصها تحيد من البطوله المغربيه. لا انا ضد الفكره هذه. علاش؟ خليهم هاد الفرق هادو بحال فرنسا، عندنا فرق اللي الدور ديالها هو تكوين اللاعبين، كنشوفوا لو هافر، كنشوفوا نونسي، كنشوفوا كون. هاد الفرق هادو ما كينافسوا لا على بطوله، ما كينافسوا لا على كاس، ما كيلعبوا المقابلات وكيوجدوا اللاعبين، كيكونوا لاعبين ويبيعوا. وحنا بحاجه لهاد الفرق هادو، بحاجه للتكوين، بحاجه للاعبين الشبان اللي تعطى لهم الفرصه ويحملوا القميص ديال الفرق ديال المنتخبات ديال الفرق القسم الاول. وهاد السياسه هذه راه مزيانه مع هاد الفرق هذه، لان لا انتظرنا ان الكوكب تكون ليك، ولا تنتظر ان النادي القريطري تكون ليك، ولا النادي المكناسي تكون ليك. راه ما يمكنش. هاد الفرق هادو راه ما غاديش يكونوا ليك. الفرق اللي مرجعيه اللي عندهم حموله، ولا المغرب فاسي باش تكون ليك، ولا مولوديه وجده، راه ما غاديش يكونوا ليك. ولكن حيت كاين الضغوطات، كاين الضغط ديال الجماهير اللي كتبغي النتائج الانيه، ما يصبروكش لك اللاعب. بينما اللي كتمشي لهاد الفرق هادو، اللي كتمشي للزبابره، كتمشي للسوالم، كتمشي ليوسف البرشيد، هاد الفرق هادو ممكن انهم يصبروا على اللاعب ويعطيوه فرص يزيد يتالق ويزيد يعطي. وهذا هو اللي كيعطينا اللاعبين اللي كنشوفوهم دابا، بحال مثلا مورا، وكنشوفوا السرغات المستوى اللي دايروا مع مولوديه وجده امبرسيونون زعما صراحه. بالنسبه للمباراه ديال الوداد مع اتحاد توارقه، شابو با الاتحاد توارقه والنيفو اللي كيلعبوا به، وكذلك اتحاد توارقه نقدروا نضيفوهم على الفرق اللي كتكون مقابله من المستوى الرفيع. لاعبين ديال توارقه حسب الامكانيات ديالهم، لاعبين بلوك مجموعه، تمكنوا انهم يتقدموا على الوداد. الجوله الاولى داروها ند للند مع الوداد. كذلك كانت هناك على مستوى التركيبه البشريه ديال الوداد، غاريدو كيحاول ما امكن انه يريح اللاعبين ديالو الاساسيين ويخليهم المقابله ديال سيمبا التنزاني نهار السبت. فطن في الجوله الثانيه، وهنا كنشوفوا الكوتشينغ، وهنا كنشوفوا الفرق الكبرى اللي كيكون عندك مونتوش اللي اي لاعب يقدر يدخل يغير المقابله. شفنا بوهره، شفنا جبران، وشفنا كذلك التغييرات اللي داروا، فهم غيروا المقابله راسا على عائق. شفنا التغييرات اللي دارت مباشره بعد التغييرات، ولينا كنشوفوا وداد وحده اخرى، ولات الوداد كطور، ولات الوداد كتصنع المحاولات، ولا الضغط كبير. الحسوني شفنا انه مازال متاثر بالاصابه، مازال ماشي داك الحسوني اللي كنتظروا ان نشوفوا صوره اخرى على الحسوني في المقابله ديال سيمبا التنزاني ان شاء الله، لان نهايه الموسم هذا هو مرحله ديال الحصاد. بالنسبه للوداد عندي لوم على بعض المتتبعين والمشجعين ديال الوداد اللي في مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه تاكناوتي
احسن حارس في القاره الافريقيه. كافه من ديك الهضره ديال تاكناوتي غاسير بقى بحالك. تاكناوتي جاب معاك العصبات، جاب معاك البطولات، وكان المستوى ديالو كبير وكبير. نهار المباريات الكبرى تاكناوتي كيقدم مستوى رائع ورائع جدا. تاكناوتي محتاج عليه الوداد. كاين كلام انه غادي يحترف في فرنسا، الله يسهل عليه، ونتمناو انه يمشي لفرنسا ويطور المستوى ديالو، لانه هو لو فيوتور غارديان ديال ليكيب ناسيونال. الصغر ديال السن ديالو والمجاوره ديالو ديال بونو ديال المحمدي، كنشوفوا انه هو ان شاء الله في المستقبل البعيد ان شاء الله هو اللي غادي يكون الحارس ديال المنتخب الوطني. كذلك الناس اللي كيبداو ينتقدوا الامس غير سجدت توارقه، بغينا ندخلوا صفحات التواصل الاجتماعي كنلقاو الجميع يغلون على غاريدو، كيسبوا في غاريدو، كيسبوا في اللاعبين، كيسبوا العملود، كيسبوا علاش هادشي كاع كامل. الوداد راه مؤهله للربع النهائي لعصبه الابطال، الوداد على بعد نقطه من الجيش الملكي المتصدر، والوداد مؤهله للربع النهائي ديال كاس العرش. علاش هادشي كاع كامل؟ اون بليس دو سا الوداد هي الفريق الوحيد اللي ما استافدش من الفتره ديال التجهيز ديال المستوى على المستوى البدني. لا بريسيزون ما داروهاش الوداد لا في المرحله الاولى اللي عرفات تاخر في التعاقد مع عموته، لا المرحله الثانيه اللي عرفات عاوتاني تاخر في الانفصال على عموته. يعني اللاعبين بدنيا راه كيعطيو اكثر من الجهد ديالهم، هادشي اللي كيعطيو اللاعبين خصها يتصفق عليهم، هادشي اللي كيأديو اللاعبين في ظل الظروف، هادشي اللي هضرنا عليه راه خصها يتصفق عليهم. وثانيا غاريدو سي ان تري بون جيستيونير، باش نعرفوا السيد كي سي تري بيان جيري ليفور ديالو على لي كومبيتيسيون كاع كاملين. والدليل على ذلك هو انه جا للرجاء بافيكتيف اللي كان يلاه بدا كتبان الاسماء ديالهم في الكره، بدا بهم كاس الكاف ما نساوش. مشى للاهلي المصري دار نتائج مبهره، مشى للزمالك دار نتائج ممتازه. هذا المدرب هذا، وكنشوف انا من خلال التتبع ديالي ديال الوداد كنعرف ان الوداد ما غاديش نهضر دابا انا على الاداء ديال اللاعبين، ما غاديش نهضر على الاختيارات ديال المدرب بقدر ما هو غادي النتيجه كعجباني. كنديروا النتائج والشخصيه ديال الوداد، الحرفه ديال الوداد في 3 ديال المقابلات الوداد كيرجع في النتيجه. الرجاء في الديربي اخر دقيقه بقاو لاعبين الدراري تجاوبوا بينالتي حتى اخر دقيقه، ضد اتحاد الرجاء في الكاس كذلك تقاتلوا الدراري ما كيعرفوش ان المباراه انتهت حتى كيصفر الحكم وجابوا ضربه جزاء ديال التعادل في اخر دقيقه. وكذلك مباراه ديال توارقه الوداد كانت منهزمه، الشوط الثاني شفنا الوداد والضحى الاخرى وداركت الموقف. يعني كنقول انا من خلال التتبع ديالي للوداد والمعرفه ديالي بالمحيط ديال النادي ان الوداد الان كيحاولوا في البطوله انهم يلعبوا باقتصاد وانهم ما يكشفوش الاوراق ديالهم للمنافسين ديالهم في عصبه الابطال. هنا كتبان لا جيستيون هي انك كتلعب هاد الشامبيون هادي ومازال داير في العين ديالك كومبيتيسيون واحده اخرى. يعني كنعرفوا ان جميع المنافسين الان اللي لعبوا ربع النهائي 7 ديال الفرق كاملين كيتفرجوا في الوداد، بغاو ولا كرهوا كيتفرجوا في الوداد، كيديروا تقارير على الوداد، كيشوفوا هاد الوداد كيفاش كتلعب، حيت عارفين انهم يطيحوا معها اما في الدومي فينال اما في الفينال اذا تاهلنا ان شاء الله ضد سيمبا. لذلك الوداد انها كنشوفها انها كتخلط الاوراق ديال المنافسين ديالها، كتحاول ما امكن الان انها ما تخلي لهمش فين يعرفوا الاسلوب ديال الوداد. غادي تفرج دابا في الوداد، اي واحد غيتفرج في الوداد ما يفهم والو صراحه، ما غاديش يفهم كيفاش كيلعب هذا الفريق، واش كيلعب البلوك با بلوك او، واش كيدير الضغط، حتى شي واحد ما عارف شي حاجه. نتمناو كذلك حظ سعيد للوداد ان شاء الله نهار العيد السبت، اذا ان شاء الله اذا كان العيد نهار السبت غادي تفرجوا في الوداد مع الواحده. طقوس افريقيه، حراره، رطوبه، نتمناو التوفيق. الوداد ما كنعرفوهم ما كيتشكاوش من المسائل هادو، خداو داك شخصيه البطل، كيلعبوا جميع الظروف. والدليل هو المقابله ديال الموسم الماضي لما بيترو اتلتيكو فرضوا على الوداد انهم يلعبوا مال وحده، راك شفنا ربحوهم 3-1 في انغولا. المباريات ديال الامس مستوى رائع من اتحاد طنجة، انتصار كبير وكبير وكبير على اولمبيكو خريبكا. اتحاد طنجة في الروتور فريق اخر، يقدر يكون على حسب النقط اللي حصل عليها يقدر يكون هو الفريق المحتل المرتبه الاولى في المباريات ديال العوده. خريبكا فريق ضائع، فريق تائه. المباراه الاولى ديال الفخير كذلك داك الديكليك ما عطاش، هزيمه كبيره. هلال الطير تفوق تكتيكيا، تفوق جميع النواحي على فخير. تحيه لهلال الطير والمستوى اللي كيقدموه، ومتولي كذلك جمع الفرقه. وهنا كنرجعوا للاختيارات ديال الرجاء ما عندهاش ان ليدر. واش ما كانش متولي يكون هو الليدر هذا الموسم هذا اللي يجمع اللعابه ويوحد الكلمه ديالهم ويبعدهم على الضغط ديال الهوامش؟ ما علينا. المهم اتحاد طنجة
رحلة الانعتاق غادا فيها مزيان. برافو لي جوار، ils n'ont pas baissé les bras. الجمهور مازال واقف معاهم. شفنا واحد 20,000 البارح اللي جات تفرجات، عائلات. الجميل في الامر ان شفنا عائلات كيتفرجوا، سيدات، ابناء ديالهم. وهذه هي كرة القدم. كرة القدم خلقت للمتعة، خلقت للترفيه، خلقت لنجمع العائلة. نتمنوا التوفيق لاتحاد طنجة. ما بغيناش اتحاد طنجة صراحة تطيح. الجيش الملكي بالامس، الجيش الملكي ما كانوش مزيانين في الشوط الاول ضد المغرب التطواني. الشوط الثاني بغيت نعرف انا شنو تقال للاعبين في الفيستير باش طلعوا بداك الحده وغيروا، حيت حنا شفنا الجيش الملكي امام الحسنيه والجيش الملكي اللي لعبات في الاتحاد الليبي، يعني كيطلعوا اللعابه من الفيستير كيطلعوا كيقل المستوى ديالهم. ولكن بالعكس شفنا حاجه اخرى. شفنا ان الجيش الملكي اللي لعب البريمير ميطون ماشي هو الجيش الملكي اللي لعب الدوزيام. شنو تقال للاعبين في داك الشوط الثاني ملي طلعوا وعطاونا واحد الاداء اللي كيفرحنا جميع بان الجيش الملكي، وعطى صوره على فريق اللي يقدر يجيب لنا كاس الكاف، يرجع يربط الماضي بالحاضر. الجيش كتنتظروا مقابله صعيبه مع اتحاد العاصمه اللي كيدربوا بن شيخه في السبت القادم او الاحد. نتمناو كذلك الجيش يكون التركيز ديالو كبير وبعد من الاجواء اللي غادي تلعب فيها المقابله مع الاخوه الجزائريين كما كنعرفوا. وكنتمناو ليه التوفيق كذلك ان شاء الله، انتصار الجيش يجيبوا لنا من الجزائر. مقابله اخرى ديال شباب المحمديه مع حسنيه اكادير. شباب المحمديه الاضراب ديال اللاعبين والمسائل الماديه اثرت بشكل كبير، وشفناها البارح في المقابله انهم كانوا منتصرين وما استطاعوش يجاريو الايقاع ديال الحسنيه اللي مع سكيتيوي، فريق اخر، فريق جميل، فريق ممتع، فريق رائع. تسعوا حتى لاخر دقيقه وخلاو الصراع ديال المؤخره يكون صعيب بزاف. وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه اليوم. كنشكروا جميع المتتبعين الاصدقاء الاعزاء على التواصل ديالكم معنا، ولا كذلك التعليقات اللي كنقراو كاملين. ما تخافوش كنقراو جميع التعليقات وكنجاوبوا عليهم. الا كنتي اول مره كتفرج فينا وعجبك التحليل ديالنا، مرحبا بك في العائله ديال سي سي تي في. تحت عاد كاين جيم، كاين ابوني، كاين بارطاج، جميع الامكانيات فهي متاحه. كنشكروا الاخوان اللي كيتصلوا بنا باستمرار وكيدعمونا، وكنتمناو للجميع نهايه رمضان مباركه سعيده اللي تقدر تكون ليله القدر اليوم. كنتمنى الله عز وجل يحقق الاماني ديال جميع المتتبعين ديالنا. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء في حلقه قادمه من حصيله البطوله الوطنيه الاثنين المقبل. اشترك في القناة، فعل الجرس وخلي النجم تشجيع لنا من فضلك. اشترك في القناة، فعل الجرس وخلي النجم تشجيع لنا من فضلك.